السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات الهبيده في كاس العالم. حلقتنا هنتكلم فيها النهارده عن اداء المنتخبات العربيه المشاركه في البطوله. هنتكلم عن المنتخب القطري اللي ادى اداء سيء جدا. هنتكلم عن المنتخب السعودي والمنتخب التونسي اللي رغم المشاركه الجيده ليهم لكن بيخرجوا من دور المجموعات بعد ما قدموا بطوله رائعه. هنتكلم عن المنتخب المغربي اللي قدر ان هو يعمل انجاز تاريخي بتاهله لدور ال 16 بعد تاهله على حساب منتخب بلجيكا والمنتخب الكرواتي كمتصدر للمجموعه. فاز على منتخب بلجيكا، قدر ان هو يتعادل مع منتخب كرواتيا في المباراه الافتتاحيه وفاز على منتخب الكاميرون. يلا بينا نبدا مع بعض. تعالوا بينا نبدا بالمنتخب القطري. المنتخب القطري اللي بيقدم اداء سيء جدا طول البطوله، ما قدرش يحقق ولا فوز ولا حتى تعادل. حتى نقطه وحيده كانت تبقى نقطه شرفيه ما قدرش يحققها. المنتخب اللي حقق تقريبا المركز الاخير في البطوله وهو المركز ال 32. المركز ال 31 كان محجوز لنصيب المنتخب الكندي بفارق الاهداف عن المنتخب القطري. برضه المنتخب الكندي ما حققش اي نقطه في البطوله. الصراحه كده يا جماعه، انا شفت ان المنتخب جاي يهرج، جاي مش جاي يلعب كوره، لا ده جاي يهزر وينام في الملعب. انا ما شفتش الصراحه اداء بالمستوى اللي ظهر بيه المنتخب القطري دوت، اللي كلنا تعشمنا بعد الاحتكاكات اللي احتك بيها في كاس اسيا وفي 2019. لعب في بطوله كاس العرب اداء كان رائع جدا. لعب في كوبا امريكا، لعب في تصفيات اوروبا. كلنا توقعنا ان المنتخب القطري ممكن يعمل حاجه في البطوله، لكن للاسف المنتخب القطري لا في روح، لا في شكل، لا في حتى عزيمه، ولا في اي حاجه. حكايتهم على الله، على الله حكايتهم يعني. ان هم ما عملوش اي حاجه في البطوله. اول ماتش ليهم كان امام المنتخب الاكوادوري وخسروا بنتيجه 2-0 بعد ما نظموا واحتفلوا ان البطوله خلاص على ملاعبهم وهم بينظموا بيعملوا افتتاح تاريخي لكاس العالم، لكن بيتغلبوا على ملعبهم في اول مباراه ليهم في المباراه الافتتاحيه 2-0 امام المنتخب الاكوادوري. وبيروحوا بعد كده بيلعبوا اسود الترنجة وبيقدموا اداء سيء جدا خصوصا الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني قدروا ان هم يقدموا لمحات بسيطه. في بدايه الشوط الثاني قدروا يسجلوا هدف لكن بيخسروا في الاخر بنتيجه 3-1. بعد كده يروحوا للمنتخب الهولندي وخسروا امام المنتخب الهولندي بهدفين مقابل لا شيء، وبيودعوا البطوله بصفر نقاط وبهدف وحيد بس سجلوا مونتاري. لكن لم يقدموا بالمستوى المطلوب ولم يظهروا بالمستوى الجيد اللي احنا نعرفه عن المنتخب القطري اللي احنا عهدناهم عليه في بطوله اسيا وفي بطوله كاس العرب. اخر بطوله احنا شفناها للمنتخب القطري. انا مش عارف الصراحه ايه اللي حصل، او حتى المدرب نفسه فيليكس سانشيز ما كانش ظاهر او كان تايه في الملعب، بقاش عارف يعمل ايه. حتى تغييراته، اعتماده الكلي على 14 15 لعيب ما بيغيرش بينهم. هم دول اللي بيعتمد عليهم مش اكتر من كده. لو في لعيب جديد دخل على المنظومه كلها بتتدمر. المنتخب القطري قدر يحقق في البطوله دي رقمين سلبيين. اول حاجه ان هو يعتبر أسوأ مستضيف في تاريخ كأس العالم، ما يقدرش يحقق ولا مكسب ولا حتى تعادل. ما قدرش ان هو يتحصل على نقطة وحيدة في المجموعة وخرج من دور المجموعات. ودي تاني مرة يغادر المنتخب المستضيف لكأس العالم من دور المجموعات بعد ما حصلت في 2010 في جنوب افريقيا. اما تاني حاجة، بيعتبروا خامس منتخب عربي بيشارك في كأس العالم وما بيحققش اي فوز في تاريخ البطولة. سبقوا قبل كده المنتخب الكويتي والمنتخب العراقي والمنتخب الاماراتي والمنتخب المصري. دول 5 منتخبات عربيه لم يحققوا اي فوز في دور المجموعات على مستوى كاس العالم. حقيقه انا بسال نفسي، هو ليه المنتخب القطري ظهر بالسوء ده؟ طب هم كان عليهم ضغوط؟ طب اللعيبه كانت في حاله نفسيه مش جاهزه؟ طيب هو فين دور المدرب في تجهيز اللعيبه للماتشات اللي زي دي؟ ازاي يجهز اللعيبه نفسيا بعد الخساره في مباراه الافتتاح؟ ازاي ما قدرش يجهز اللعيبه نفسيا للماتشين اللي بعد كده؟ احنا شفنا كل مباراه كانت بتيجي للمنتخب القطري كانت بتبقى اسوأ من اللي قبلها. يعني الفريق مفكر، بيلعبوا بخمسه في الدفاع لكن عندهم اخطاء دفاعيه جباره. يعني اللي انا مستغربه، هو فين اكرم عفيفه؟ فين معز علي؟ فين حسن الهيدوس؟ فين الناس دي؟ الناس دي اللي كانت مقدمه بطوله رائعه في كاس العرب. الناس دي اللي عملوا ماتشات رائعه في تصفيات اوروبا وكوبا امريكا. للاسف احنا ما شفناش المنتخب القطري اللي قدم اداء سيء جدا. فنشكرهم عن التنظيم، نشكرهم
على الافتتاح الرائع وعلى البطوله الرائعه اللي هم بيقدموها، اللي هو بيقولوا عليه مونديال كل العرب. فعلا شرفونا كلنا كعرب، لكن حقيقي ما شرفوناش كلاعب للكوره، ما قدروش يقدموا الاداء اللي يليق بالعرب. فانا مش عارف اقول ايه، لكن هم فعلا فريق خذلنا جدا، ما كناش متوقعين منهم الاداء دوت. لكن يعني اشكرهم على كل حاجه هم قدموها، وان شاء الله حظ اوفر في مشاركات جايه. اتمنى ان هم يقدروا يشاركوا في مشاركات تانية ويكرروا مشاركتهم، مش كبلد مستضيف ولكن كمشاركه تصفيات، ويتاهلوا لكاس العالم مره تانية ويحققوا انجازات اخرى على مستوى كاس العالم بعد فشلهم الذريع في هذه البطوله اللي كانت بتتلعب على ارضهم، وفشلهم في ان هم حتى يتخطوا دور المجموعات. اما تاني منتخب معانا هو المنتخب الاخضر السعودي. المنتخب السعودي انا مش عارف ابدا منين الصراحه. قدموا اداءات كويسه جدا، خصوصا امام المنتخب الارجنتيني في اول مباراه. بعد ما كانوا خسرانين في الشوط الاول 1-0، قدروا ان هم ينزلوا الشوط الثاني ويقدموا اداء عظيم جدا، وبيحولوا تاخرهم لتقدم 2-1، وبيخطفوا 3 نقاط مهمين امام المنتخب الارجنتيني، امام ليو ميسي ورفاقه، احسن لاعب من واحد من افضل اللعيبه في التاريخ. قدموا اداء عظيم قدام المنتخب البولندي في ثاني مباراه، لكن اتظلموا تحكيميا من وجهه نظري، وخسروا امام المنتخب البولندي 2-0 في مفاجاه، باعتبار ان المنتخب البولندي يعتبر اضعف فريق في الثلاث منتخبات اللي معاهم. اما في ثالث مباراه امام المنتخب المكسيكي فكان تقريبا كانت كل حاجه غلط. الطريقه، تغييرات اللعيبه، ممكن تكون الغيابات والاصابات اثرت عليهم، لكن مش بالشكل ده. محمد العويسي كان نجم المباراه، قدر يشيل كام كوره، خلى في امل لكل العرب وكل الجماهير السعوديه ان هي ممكن منتخبهم يقدر يسجل ويتاهل للدور ال 16. لكن للاسف المنتخب المكسيكي بسرعاته بقوته البدنيه قدر ان هو يخلص المباراه على المنتخب السعودي ويكسبهم بنتيجه 2-1. ما خلقوش فرص كتير، يمكن الفرصه الوحيده اللي خلقوها هي فرصه الهدف بتاع سالم الدوسري، لكن ما خلقوش نفس الفرص كم في الفرص اللي هم خلقوها امام بولندا واللي خلقوها امام الارجنتين. يعني يمكن تكون الروح كانت غايبه شويه في الماتش ده، لكن انا برفع لهم القبعه وبشكر كل اللعيبه وبشكر المدرب هيرفي رينار، اللي انا بدعو اتحاد الكره السعودي ان هم يفضلوا متمسكين بالمدرب ده اللي عمل هويه للمنتخب السعودي وقدر ينجح فيهم ان هم يقدموا ماتشات رائعه على مستوى كاس العالم. يمكن ما شفناش المنتخب السعودي بيلعب امام المنتخب الارجنتيني والمنتخب البولندي بالجرأه والروح اللي كان بيلعب بيها قصادهم في اي بطوله قبل كده من سنه كاس عالم 94 لما وصلوا لدور ال 16 جيل فؤاد انور. لكن المنتخب السعودي فعلا قدر ان هو يعمل بطوله بشكل كويس، حقيقي شرفونا احنا كعرب رغم خروجهم من دور المجموعات. لكن هنظل نفتخر باداء لاعبي المنتخب السعودي اللي امتعونا في اول مباراه وثاني مباراه. خلينا نكون برضو على قدر كلامنا ان هم قدموا مباراه كبيره امام الارجنتين وامام المنتخب البولندي، رغم ان هم خسروا وضيعوا فرص كتير واتظلموا تحكيميا. لكن امام المنتخب المكسيكي انا صراحه ما شفتش المنتخب السعودي خالص في المباراه، ما كانش موجود تقريبا. يمكن الاصابات والتغييرات اللي عملها المدرب اثرت عليهم، لكن ان شاء الله يعوضوا في بطولات جايه. وهارد لك للمنتخب السعودي ولكل الجماهير السعوديه ولكل العرب، ونتمنى ان احنا نشوفهم في بطوله اخرى يقدموا بطولات قويه جدا تليق بالعرب ككل. نيجي بقى لثالث منتخب عربي شارك في البطوله وهو المنتخب التونسي، منتخب نسور قرطاج. بعد بدايه قويه بداوها امام المنتخب الدنماركي في اول مباراه ليهم، اتعادلوا فيها نتيجه 0-0، قدروا يخرجوا بنقطه ثمينه جدا من المنتخب الدنماركي اللي هو يعتبر تاني اصعب ماتش ليهم في المجموعه بعد اصعب ماتش اللي هو امام المنتخب الفرنسي اللي هو كان هيبقى اخر ماتش ليهم. قدروا ان هم ياخدوا نقطه من المنتخب الدنماركي وعطونا امل ورفعوا سقف الطموح. لكن نزلوا امام المنتخب الاسترالي، انا مش عارف ايه اللي حصل، ما كانش في حاجه بيقدموها كويسه. المنتخب الاسترالي قدر يخطف جون ويخلص الماتش بنتيجه 1-0، وبيضيعوا فرصتهم في التاهل الى دور ال 16 من المنتخب التونسي. لكن بنتفاجئ كلنا باداء رائع امام المنتخب الفرنسي ابطال العالم، قدروا ان هم يحققوا الفوز بنتيجه 1-0. يعني لعبوا ماتش مثالي جدا ولعبوا ماتش
قدروا ان هم يخطفوا فيه الهدف ويخطفوا 3 نقاط مهمين بيوصلوا رصيدهم ل4 نقاط، لكن ما كانوش كافيين في التاهل الى الدور ال16. يمكن المباراه اللي قتلت طموح المنتخب التونسي في التاهل هي مباراه المنتخب الاسترالي، المنتخب المتواضع في المجموعه، اللي في اعتقادي كان اسهل ماتش للمنتخب التونسي في المجموعه وهو ماتش المنتخب الاسترالي. عتابي الوحيد على المنتخب التونسي هو في المدرب جلال القدري. انا مش عارف هو انت ليه عندك وهب الخضري وعندك علي معلول وعندك محمد بن رمضان ومخليهم جنبك على الدكه؟ ليه؟ دي اللعيبه الاساسيه بتاعتك، ليه ما تشاركش من اول البطوله؟ انا اعتقادي ان لو كان اللعيبه دي شاركت امام المنتخب الاسترالي كان ممكن نتيجه الماتش تتغير تماما، خصوصا لما يمتلكه علي معلول من قدرات هجوميه جباره، وهب الخزري المهاري والسريع واللي بيقدر يخلص من اقل فرصه. ليه تصميمك على الجبالي؟ انا ما شفتش حاجه منه، يعني كلنا مش شايفين في حاجه، يمكن انت شايف حاجه احنا مش شايفينها. انا مش فاهم الصراحه. يمكن اكبر سبب في خروج المنتخب التونسي من دور المجموعات، السبب الاكبر هيكون للمدرب جلال القدري، هو اللي بيتحمل المسؤوليه، جزء كبير جدا من المسؤوليه هنشيل من المسؤوليه بنسبه 80 90%. اللعيبه كانوا رجاله وقدروا يقدموا الاداء المثالي، لكن في لاعيبه معينه انت ما اعطيتهاش الفرصه من اول البطوله. ليه بيشاركوا في المباراه الثالثه؟ ما انت كنت ممكن تلعب بيهم في المباراه الاولى وقدرت ان انت تاخد نقطه، ولعبت بيهم في المباراه الثانيه واخدت الثلاثه بونت امام المنتخب الاسترالي، كان ده هيوفر عليك كتير جدا، وكنت هتتعب مشوار رائع جدا في التاهل لدور ال16. لكن للاسف ضيعت من ايدك وضيعت من كل العرب فرصه وحلم تاهل المنتخب التونسي لدور ال16 عشان نزود مقاعدنا كعرب في دور ال16 ونبدا نشوف منتخبات عربيه كتير بتشارك في دور ال16. لكن للاسف ما حصلش دوت، ونتمنى لهم كل التوفيق طبعا في كل اللي جاي، وهارد لك ليهم حقيقي حقيقي. انا بقدم التحيه للجمهور التونسي اللي كان بيقدم ملحمه في المدرجات في كل مباراه للمنتخب التونسي من تشجيع وحماس ومسانده جماهيريه جباره. مش بس الجمهور التونسي، لا ده كل العرب اللي كانوا موجودين هناك في قطر كانوا بيساندوا كل المنتخبات العربيه اللي بتلعب في البطوله. حقيقي فعلا حاجه مشرفه جدا. اتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربيه اللي تشارك في البطوله او اللي هتكمل في البطوله زي المنتخب المغربي اللي هنتكلم عنه بعد شويه. وحقيقي انا كل اللي انا اقدر اقوله لمنتخب تونس ان انتوا بجد امتعتونا، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. خروجكم من دور المجموعات مش حاجه بتقلل منكم، لكن حاجه احنا نرفع لكم فيها القبعات ونقول لكم شابوه وشكرا ليكم على الاداء الجميل اللي انتوا قدمتوه طول البطوله. اما بقى للمنتخب اللي عمل انجاز تاريخي ووصل وقدر يوصل الدور ال16 كمتصدر للمجموعه، المجموعه اللي بتضم وصيف بطل العالم المنتخب الكرواتي ومنتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا ومنتخب الكندي، قدر ان هو يوصل في صداره المجموعه، حقق انتصارين وتعادل في مباراه وحيده كانت امام المنتخب الكرواتي في المباراه الافتتاحيه في المجموعه، وقدم اداءات رائعه جدا. الحمد لله يا رب العالمين ان منتخب عربي قدر يوصل لدور ال16 وهيكمل في البطوله، وكلنا داعمين للمنتخب المغربي لاشقائنا المغاربه ان هم يقدروا يروحوا لبعيد، مش بس الدور ال16، لا ده انا طمعان كمان ان هم يوصلوا للدور الثمانيه. وليه لا ما نلاقيش منتخب عربي في يوم من الايام ان هو بيوصل لنصف النهائي؟ احنا مش قليلين، احنا كعرب مش قليلين، احنا بنمتلك اجيال كويسه لكن ما بنعرفش نستغلها صح. المنتخب المغربي حاليا بيمتلك جيل قوي جدا يقدر يروح لبعيد في كاس العالم. بتمنى ان هم يقدموا بطوله كويسه جدا، خصوصا ان هم في دور ال16 هيلاعبوا المنتخب الاسباني. انا شايف من وجهه نظري ان المنتخب المغربي يقدر يقدم حاجه كويسه، والله ليه لا، لكن محتاجين روح وعزيمه ونلعب بتركيز طول ال90 دقيقه نقدر نخطف جول، وساعتها هنكونوا مسيطرين على الماتش سيطره كامله. المنتخب الاسباني ممكن بشكل كبير جدا ساعتها يتوتر، لكن انا منتظر منهم كتير جدا، وخصوصا المنتخب المغربي اللي امتعنا في البطوله وقدم لنا تحفه ممتازه في الملعب. كل اللاعبين والوليد الركراجي الصراحه اللي عامل منتخب رائع، مدرب كويس، رغم طبعا ان هو ضيع علينا بطوله بتاعت النادي الاهلي الثالثه على التوالي في شهر 5، لكن مفيش مشكله والله طالما هتعمل انجاز يشرف كل العرب. احنا مساندين المنتخب المغربي، مساندين لوليد الركراجي، مساندين لكل اللاعبين. نتمنى ان احنا نشوف المنتخب المغربي يروح لبعيد في البطوله.
عجبني قوي في المنتخب المغربي ان هو نزل قدام المنتخب الكندي مش بيدور على تعادل، رغم ان التعادل يكفيه، لكن لا، ده منتخب نازل يدور على الفوز. اغلب المنتخبات اللي كانت في البطوله اللي كانوا نازلين عشان بيدوروا على نقطه للتعادل ويتاهلوا دور ال 16 كلهم خسروا وطلعوا من المجموعات. المنتخب المغربي عمل عكس كده تماما، لا ده نزل عامل ضغط شرس على المنتخب الكندي، قدر ان هو يغلط حارس مرماهم ويسجل الهدف الاول عن طريق حكيم زياش، اللي بيعود للمنتخب مره ثانيه وبيتالق مع المنتخب المغربي بعد الفتره التعيسه اللي كانت قبل وليد الركراجي. لكن قدر ان هو حكيم زياش يقود المنتخب المغربي في البطوله، وقدر ان هو يسجل هدف اول من المنتخب الكندي يسهل بيه المأموريه عليهم. وبعديها على طول يوسف النصيري بيقدر يخطف الهدف الثاني من هجمه مرتده سريعه بداها اشرف حكيمي من ورا من عند 18 بتاعه المنتخب المغربي، قدر ان هو يبدا الهجمه المرتده وبتنتهي بهدف ثاني للمنتخب المغربي عن طريق يوسف النصيري. عشان المنتخب المغربي بيكتب تاريخ لكل العرب، مش ليه هو بس، لا، لكل العرب اللي بتشارك في بطوله كاس العالم وكل العرب اللي بتساندوا في بطوله كاس العالم. نتمنى طبعا من المنتخب المغربي ان هو يرفع راسنا كمان وكمان، واحنا بجد مساندين ليكم وهنفضل داعمين لغايه اخر نفس. واتمنى من كل اللاعبين ان هم يبذلوا اقصى ما عندهم. الحاجه الوحيده اللي عايز اتكلم فيها المنتخب المغربي هو سفيان بوفال. فين سفيان بوفال اللي كان قلب الدنيا مع المنتخب المغربي في كاس الامم الافريقيه؟ بيقدم اداء كويس وكل حاجه، ممكن يكون ان هو مطالب بادوار دفاعيه اكتر، لكن انا نفسي اشوف سفيان بوفال المهاري اللعيب اللي بيقدر يخترق من العمق بعد ما بيخش عمق الملعب ويسدد برجله كويس جدا في الزاويه البعيده. اتمنى ان هو يدي اكتر من 200% من اللي عنده. ايضا بتكلم على حكيم زياش، بتكلم على يوسف النصيري، بتكلم على اشرف حكيمي، ياسين بونو حارس المرمى، نايف اقرب رغم ان هو سجل هدف في مرماه لكن بجد عامل بطوله رائعه هو رومان سايس. اتمنى طبعا نصير مزراوي يتالق ايضا، يكمل في تالقه، وثنائي نص الملعب املاح وناح اللي حقيقي اللي انا كنت منتظر منهم كتير لكن هم جايين. وانا بقول لكم المنتخب المغربي هيقدم ملحمه كرويه امام المنتخب الاسباني، واحنا معاكم بالمدرجات هنشجعكم لاخر نفس ولاخر دقيقه، ونتمنى لكم كل التوفيق. والتاهل الى الدور ربع النهائي هيكون انجاز تاريخي لكل العرب، ان مفيش اي منتخب عربي قدر ان هو يوصل لدور ربع النهائي. فنتمنى نشوفكم كمنتخب مغربي بيشرف وممثل لكل العرب ان احنا نشوفكم في الدور ربع النهائي وتقدموا بطوله تاريخيه ليكم تتكتب في سجلات كاس العالم. لان منتخب عربي يوصل للدور ربع النهائي هيكون انجاز مش ليكم انتوا لوحدكم، لا، ده لينا كلنا. فاحنا مساندين وداعمين ليكم واتمنى لكم التوفيق. وهنا بتنتهي حلقتنا، الحلقه اللي كنا بنتكلم فيها عن كل المنتخبات العربيه، المنتخبات اللي شرفتنا والمنتخبات اللي خذلتنا، لكن نرفع لهم كلهم قبعات ان هم بيشاركوا ويمثلوا العرب في صرح كبير زي بطوله كاس العالم. ونتمنى مشاركات جايه رائعه، ونتمنى التوفيق للمنتخب المغربي اللي هنسانده، اذا كنت انت تونسي ولا سعودي ولا مصري ولا جزائري ولا مغربي ولا ايا كنت عربي هتساند المنتخب المغربي اكيد. ونتمنى لهم كل التوفيق. وشكرا ليكم على متابعتكم للحلقه، واتمنى نكونوا اسعدناكم ونشوفكم في حلقات جايه. ما تنسوش تعملوا لايك للحلقه لو عجبتكم وسبسكرايب فولو للقناه، وانتظروا كل ما هو جديد من الهبيده في كاس العالم. سلام.